اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده عن معاش رباط البيوت. عايزه اقول لكم ان النظام بتاع معاش رباط البيوت هو نظام تابع لقانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنه 2019، وهو بيسمح لرباط البيوت انها بتشترك بشكل تطوعي في التأمينات، بتدفع مبلغ بسيط شهريا، وفي مقابل بقى ان الدوله بتضمن لها ان هي تاخد معاش عند سن الستين، او لا قدر الله في حاله العجز او الوفاه. في حاله العجز بتبدأ تاخد معاش شهري عادي، وفي حالة الوفاة طبعا المعاش بيتحول للأسرة عادي. كملوا معايا الفيديو للنهاية عشان تعرفوا المعاش رباط البيوت ايه التفاصيل بتاعته. طبعا كتير من الستات بيقضوا عمرهم كله في انها تربي ولادها وتراعي بيتها وبكل حب وكل تعب، طبعا من غير ولا مرتب ولا تأمين ولا اي حاجة. النهاردة بقى انا جايبه لكم خبر مفرح لكل ستات البيوت. دلوقتي تقدري تاخدي معاش شهري ثابت من غير ما تكوني شغالة ولا ليكي اي جهة عمل اي حاجة. الحكومة بقى عملت لنا النهاردة نظام بقى للتأمين مخصوص لرباط البيوت، وهو المبلغ المطلوب ليه 207، يعني حوالي بالظبط كده 7 جنيه في اليوم. تعالوا اقول لكم بقى ايه الشروط بتاعته. طبعا انا عملت المعاش وهقول لكم على الشروط بتاعته. هو اول حاجة ان انت يكون عندك من سن 18 لسن 45 سنة. يبقى لازم أن تكون عندك من 18 ل 45 سنة تقدري تعملي معاش رباط البيوت ده. وكمان ما يكونش عندك اي تأمين من اي جهة تانية، يعني ما تكونيش ان انت متأمن عليكي من اي جهة تانية وتأمني، ما ينفعش. لازم يكون ان انت مش متأمن عليكي ولا شغالة في اي جهة حكومية. وكمان بتقدري تلتزمي بقى بالدفع كل شهر، وبتكملي 15 سنة اشتراك على الأقل. بعد ما بتكملي سن ال60 سنة بتقدري ان انتي تسحبي تأمين، تصرفي تأمينك كل شهر عادي. كمان عند سن ال60 سنة او في حالة العجز زي ما قلت لكم، العجز الكلي او حالة الوفاة، فالمعاش بيروح طبعا للأسرة تلقائي. تعالى اقول لكم بقى ازاي تسجلوا. انا عن نفسي انا سجلت من خلال مكتب التأمين. انتوا بقى عايزين تسجلوا من خلال الموقع الموقع هيئة التأمينات. بتدخلي على الموقع، هسيب لكم رابط الموقع في صندوق الوصف عشان تقدري تسجلي من عليه. بتدخلي بياناتك وبتختاري وسيلة الدفع بتاعتك. شوفي انت عايزة تدفعي من خلال ايه، من خلال فودافون كاش او فيزا بنك او اي حاجة. بتقدري تختاري وسيلة الدفع بتاعتك، او لا اما ان انت بتروحي مكتب التأمينات. طبعا بتاخدي معاكي صورة البطاقة الشخصية، وبتملي هناك استمارة، وبتبداي تدفعي اول اشتراك ليكي. طبعا هو المبلغ بسيط دلوقتي بس بيساوي الامان وراحتك في المستقبل، وحقك مضمون طبعا ليكي ولاولادك، لانك انت بتدفعي تأمين كل شهر، وبتبداي تصرفيه في حالة ان انت تميتي 60 سنة، او لا قدر الله في حالة العجز او في حالة الوفاة بيروح للتأمين بتاعك للأسرة بتاعتك. كمان عايزه اقول لكم كمان، لو انتي ست بيت، بلاش تضيعي حقك. لا، المعاش مش رفاهيه، لا بجد ده امان وسند ليكي ولبيتك في المستقبل. سجلي بقى النهارده كده وابدأي اول خطوه للمستقبل امن. طبعا مميزات الاشتراك دي مميزاته حلوه قوي، ان هو طبعا بتأمني مستقبلك من غير وظيفه. يعني مش محتاجه ان انت تكوني شغاله ولا اي حاجه، لا انت من خلال بطاقتك بتروحي المكتب التأمينات وتبدأي تقولي لهم انا عايزه اعمل معاش رباط البيوت. طبعا انا قلت لكم السن بتاعه من سن 18 ل 45 سنه. وما يكونش ان انت متأمن عليكي في اي جهه تانية، ما تكونيش شغاله في اي جهه حكوميه ولا اي حاجه. لا، من سن 18 لسن 45 سنه تقدري ان انت تروحي مكتب التأمين تدفعي فيه الاشتراك. طبعا الاشتراك زي ما قلت لكم 207، يعني بالظبط كده. يعني لو حسبتيها هتلاقي 7 جنيه كل يوم، وهتقدري ان انت توفري لنفسك معاش بعد 15 سنة. تبدأ تصرفيه كل شهر، تبقى ليكي مرتب ثابت بتاخديه كل شهر. كمان المبلغ بسيط. ان شاء الله يعني كده هتلاقيه بعد كده بعائد كبير جدا. يعني انت بتدفعي 207، وان شاء الله بعد كده هتلاقي نفسك بتاخدي معاش كبير وكويس. هيبقى ليكي امان ان انت بتاخدي مرتب شهري. طبعا ليكي ولولادك. بدل ما انت تبقي مثلا شغالة قاعدة بتربي اولادك وبتتعبي في البيت من غير ما تاخدي ولا مليم، لا انت ابدأي من دلوقتي. ابدأي روحي اي مكتب تأمينات وابدأي قولي لهم ان انا عايزه اعمل معاش رباط البيوت. او ممكن كمان لو انت مش قادره تنزلي ممكن تخشي على موقع الوزاره. هكسب لك الرابط بتاع التسجيل في صندوق الوصف الفيديو.
تقدري من خلاله ان انت بتخشي على الموقع وتبداي ان انت تسجلي بياناتك وتختاري كمان وسيله الدفع زي ما قلت لكم. اختاري وسيله الدفع اللي انت عايزه تدفعيها، شوفي انت عايزه تدفعي بنك ولا عايزه تدفعي فودافون كاش او فوري، اي حاجه انت عايزه احسن وسيله ليكي عايزه تدفعي بيها ابداي ادفعي بيها. 207 كل شهر، وإن شاء الله بإذن الله يعني بعد 15 سنة تبدأي تصرفي تأميناتك اللي هو المعاش بتاعك كل شهر. وزي ما قلت لكم ان انتوا في حالة العجز او في حالة الوفاة لا قدر الله بيبدأ المعاش بيروح لأولادك، وفي حالة العجز بتصرفي معاشك عادي كل شهر عادي. عايزة اقول لكم ان انا عملت المعاش دوت، وصراحة لقيته ان هو كويس، ان انا بدفع كل شهر 207 مبلغ قليل جدا. كمان يعني في اللي احنا فيه دوت ال207 مش بيعملوا حاجة، بس مع الوقت والسنين هتلاقي نفسك ان انتي اخترتي حاجة صح لحياتك ولبيتك ولأسرتك. وكمان ان انتي لما تكبري تلاقي حاجة تصرفي منها معاش ثابت ليكي. هتبدأي تصرفي معاشك بعد 15 سنة من التأمين عليكي. ولو انتي عندك 18 سنة هتبدأي برضو ممكن تروحي عادي تتأمني على نفسك عادي، لأن هو المعاش مفتوح من سن 18 ل45 سنة. لو الفيديو بقى عجبك ولو في اي حاجة وقفت معاكي في تسجيل المعاش او عايزة تسأليني اي سؤال اكتبيلي في الكومنت، وانا كمان هعمل لكم الرابط تسجيل المعاش في صندوق الوصف، بحيث ان انت لو انت مش قادرة تروحي مكتب التأمينات تبدأي تسجلي من خلال الرابط اللي انا هسيبهولك في صندوق الوصف. الموضوع سهل خالص، مش متعب، وكمان مش غالي ان انت تدفعي 207 كل شهر. يعني اكنك بتشيلي كل يوم مثلا تشيلي 7 جنيه على جنب كده، وكل شهر روحي ادفعي التأمين بتاعك عشان تلاقي مستقبل آمن ليكي ولأسرتك. وكمان عايزة اقول لكم كمان ان دوت حاجة كويسة جدا الدولة عاملاها علشان الناس اللي هي مش شغالة وملهاش مصدر رزق خالص. فانت من خلال المعاش دوت هتقدري تحصلي على طبعا معاش شهري. طبعا انت بتدفعي 207، بتقعدي 15 سنة تدفعي التأمينات، وانتوا عارفين السنين بتجري بسرعة. هتلاقي نفسك ان انت بتصرفي معاش بتاعك كل شهر معاش ثابت. وزي ما قلت لكم ان انت بعد الشهر يعني لو في حالة العجز بتبدأي تسحبي التأمين بتاعك عادي لكل شهر معاشك عادي خالص. وبعد الشهر لو مثلا في حالة الوفاة الفلوس ما بتروحش عليكي خالص، لا بتروح لأسرتك لأولادك. لو الفيديو بقى عجبكم ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. ومستنية اي سؤال منكم على ان انا عملت المعاش ده. فلو في اي حد عايز يسأل على اي حاجة انا تحت امركم، اكتبولي في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم واقول لكم كل التفاصيل اللي انتوا عايزينها. وما تضيعوش الفرصة دي، لان هي فعلا حاجة كويسة جدا ان انت تأمني مستقبلك ومستقبل بيتك بمبلغ بسيط جدا مش هتحسي بيه خالص. غير كده وكده كمان ان انت هتلاقي